حفصه صافي ما تبكيش. المهم هادشي اللي كانوا متتبعين عليك هاد الفيديو صافي بلاش منه. لا معليش نكمل مع المتتبعين ديالنا. بديت معاهم بديت معاهم غنكمل معاهم ان شاء الله يا ربي. المهم جلست معاهم يومين. السلام عليكم المتتبعين ديالنا، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. صراحه هذا النهار قررت نخرج لكم بهذا التصريح هذا لان ما شاء الله هذا النهار. السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير، وبنياتي وليداتي ايضا تاهما عفوا. خوتي خواتاتي، انتوما كتسمعوا بحفصه اش كتقول؟ انتوما كتسمعوا بحفصه اش كتقول؟ كتعتذر المنتقدين واللي كيكتبوا ليها الكومونتيرات كلهم ضد رشيده. سامعوا اخوتي اخواتاتي اش كتقول على رشيده وعلى ام حليمه وعلى الدار ديال المحبوبه كامله. سمعوا اش كتقول. من البدايه قالت لكم ما كيهمهاش هي شي حاجه زعما ولو يعطيوها الكراج تجلس فيه في كل شيء اللي راه يخطيكم. والله شكرا لكم بزاف صراحه. ما يعني بكتاب دوك التعاليق صراحه وداك الحب اللي كتعطيوني والله الا جاوني الدموع. وهذا النهار ان شاء الله قبل ما نهضر نعطي لحسن الكلمه وديك الساعه ان شاء الله نبدا لكم كل شيء. المهم المتتبعين ديالنا نتمنىكم كاملين تكونوا على خير وبخير. اكيد يعني معظم التعاليق اللي عطاونا الناس لابد خصنا نخرجوا يعني ونجاوبوا الناس ونعرفوا على بزاف ديال الحوايج، يعني باش يكون واحد 13000 تعليق وما تردش عليه. واخا الصراحه ما ولفناش يعني نديروا دي فيديو بحال هكايا كردود. سمعوا اخواتاتي، سمعوا يعني فوق الراس وفوق سمعوا. هي كترجى اللي كيكتبوا لها الكومونتيرات عن رشيده ما يبقاوش يكتبوا لها زعما، ما يبقاوش منتقدين حتى هما يكتبوا لها باش تكون ضد رشيده. رشيده قالت لكم راه بحال الام ديالها، ويحاولوا يسمعوا لي. وربما حتى انا نخرج داكشي اللي بخاطري ونقول، حيت بزاف الناس كانوا تيقولوا حفصه راه مظلومه وحفصه ما شتاش الحق ديالها وحفصه المهم ما عطاتوش الحق ديالها كامل وفي التالي عطاتوها غير بيت مع تيتيش. يعني حفصه غادي نعطيوها الوقت كامل تهضر وتعبر وتقول داكشي اللي بخاطرها وانتم تحكموا المتتبعين. وهذا الشيء اللي كنكون الصراحه معكم يعني صراحه حتى حاجه ما غادي نخبيو عليكم. وتينا داكشي اللي في قلبي الصراحه غادي نعاودو بدون مجامله بدون نفاق. داكشي اللي عندي غادي نقولو للمتتبعين. وسمحوا لنا مره اخرى على هذا الفيديو، الصراحه توحشنا واشتاقينا لليوميات ديال لي فلوغ ونصوروا لكم فلوغات هكا مع الطبخ والمراح والضحك والنشاط مع الوالدين. ونبداو على بركه الله مع حفصه. الله يربي غنرجع لهم ان شاء الله المتتبعين ديالنا بديك الطاقه ان شاء الله اللي مولفينا بها وديك الانرجي ان شاء الله وداك الضحك ديالنا والنشاط ديالنا ان شاء الله. اكيد كيما ولفونا ان شاء الله يا ربي ديما غنكونوا معاهم هكاك ان شاء الله. ونبداو ان شاء الله. وقبل ما نبدا نقول المتتبعين ديالنا نتمنى ان شاء الله يا ربي تصنتوا يعني لهاد التصريح هذا من الاول حتى للتالي وتصنتوا له مزيان ان شاء الله يا ربي وتحكموا غير بالحق. ان شاء الله يا ربي. خذي راسك حصل داكشي اللي عندك ولينا المهم ديالنا. كما كتعرفوا على حفصه يعني من الاول يعني شو معايا القصه ديالي كامله وتقريبا نصف حياتي. يعني كما كتعرفوا في الاول يعني حفصه واحد البنت اللي هي يتيمه، يعني فقدت الاب ديالها ملي كانت تقريبا عندي 5 سنين. يعني كانت مسكينه كتخدم عليا في الجرادي وفي ما جاب الله وكلاتني شربتني الحمد لله وكبرتني بالحلال الحمد لله يا ربي. وانا كنفتخر بهذا الشيء وكنفتخر بمامتي الله يخليها ليا يا ربي. يعني ومن بعد شويه بشويه ماما كانت كتخدم مع عمي هنايا يعني وتعرفت على هذه العائله الحمد لله. يعني بلا ما ندخلكم في التفاصيل بزاف باش ما نطولش عليكم لا فيديو. يعني الحمد لله من بعد تعرفت على هذه العائله تقريبا عام من بعد ما جات رشيده يعني عروسه. جيت تعرفت عليهم يعني كان ديك الساعه رشيده حامله بمالك قريبه ولدها. يعني والحمد لله يعني ملي دخلت للدار ديال هذه العائله حسيت بلي سامعوا اخواتاتي، ماشي غير الدار يعني سمعوا المنتقدات. السبب الاول اللي خلاك تجي ديك السنه خواتاتي في النقد التومه كان راه خطراوك كل خطره وفي لحتنا الاقدار. سمعوا بان هي السيده معترفه بالجميل ديال دار محبوبه وديال ام حليمه وديال رشيده وديال حسن وتيتيش ومعترفه بالخير كله اللي داروا معاها. يعني ما تقدرش تقول لهم شي حاجه بلا ما نبقاو نخلو لهم الكومونتيرات
خايبين على بعضياتهم، ولا واخا نتوما كتحبوهم كاملين وكتبغوهم كاملين كي رشيدة كي تيتيش كي حفصة، ولكن دابا مع هادشي اللي شفتو يعني بزاف الناس كاين اللي ما كومونطاش كاع، ما خلاش ليهم كومونتير، ولكن بقى فيه الحال. هي قالت لكم راه عادي يا خواتاتي، راه عادي يا امي، الامهات ديولي راه عادي هادشي، راه انا هادي دارنا يعني ما نقدرش نقول لهم شي حاجه واخا يعطوني الكارا. ديك البساطه ديالهم محلي ما كتعرف كتنقر عمي متكي كتفرج. سمعوا نهار جات خواتات، نهار اللي جابت هذيك الصحراويه مرت خالها باش تخليها امها عندهم وتمشي للخدمه، حين دار محبوبه كانت كتعرفهم الصحراويه مرت خالها، جاتني قداش داك الحنان ديال والام ديال حفصه كانت خدامه مع حسن حيت كيشري الزردات وداك الشيء كتخدم معاه في الزردات. دازت عليا ما بغيتش نبكي. علاش تجري؟ قولي لنا شنو كاين. دابا ماما كتخدم، كاين اللي كيبغي كالحسن، كاين اللي ما كيبغيش، اللي كيحضر عليك العين، يعني بزاف د الحوايج. مشيتي للديور العائله في الاول قبل ما تجي هنا؟ بطبيعه الحال كنت كنمشي بزاف، كنت كل مره ماما كتخليني يعني عند واحد. هادشي السبب اللي خلى ماماك تخرج تخدم، يعني هو المرحوم مسكين. بطبيعه الحال الله يرحمه ويستر. ما عرفتش حاجه ديال الذكريات؟ لا، كنت عندي 5 سنين. يا صاحبي ما تبكيش. ها ما بغيتش نبكي قدام المتتبعين، ولكن يعني داكشي ما عمري نسالي الصراحه، والله الخير ديال هاد العائله انا ما عمري بعد رد واخا نحيد العينين ديالي ونعطيهم لهم. والله انا ما كنقول واحد النهار واحد فيهم الا خصك. ها انتوما خواتاتي، انتوما حتى الحسن بكى معاها، وشوفوا الرومانسيه. فاطمه الزهراء رشيداتي الدراري كاملين واحد الله يكمل عليهم، الله يكمل عليهم، فضلهم كبير عليا بزاف، ويكمل على وليداتنا وبنياتنا ايضا. واش كنقولوا للمتتبعين؟ المهم مازال شوف غادي نجي واحد صافي ما تبكيش. المهم هادشي اللي كانوا متتبعين. صافي بلاش لا ما عادش نكمل مع المتتبعين ديالي، بديت معاهم بديت معاهم غنكمل معاهم ان شاء الله يا ربي. المهم جلست معاهم يومين، من بعد فشافت جداتي جات ماما باش تديني، وقالت لها فاطمه الزهراء راه ولفتها وراه مونساني، غير سيري غدا ورجعي عندها غدا كترجع. هي في الحقيقه خواتاتي، في الحقيقه خوتي وبنياتي، عريسات ام حليمه قناه محبوبه كلهم محترمين الحقيقه، ما يوصلوا حتى واحد بشي كلمه الشر وما كيردوش كاع في العيب، كاع اللي خرج ليهم راكم عارفين ما دوزوا عليهم، ورغم داكشي كلشي ما كانوش يخرجوا بالمعيار وبالشتم في الاخرين ومخلين الاخرين يقولوا اللي عجبهم. قناه محبوبه الله يعمرها دار، قناه محبوبه خواتاتي الله يعمرها دار، يعني لا اللي نبداو نفرقوا في العريسات، لا اللي نبداو نفرقوا في العريسات اخواتاتي، شي واحد غريب ما كنعرفوش خواتاتي وبنياتي، لا اللي نبداو نفرقوا في العريسات. علاش لا؟ سمحوا لي على هذه الكلمه، علاش لا؟ سمحوا لي راه جات غلط. لا اللي نفرقوا ما بين العريسات، خلي العريسات مجموعين ومقادين على خير وبخير، اخواتاتي بنياتي ندخلوا ما بيناتهم بالخير ان شاء الله. هي راه الملكيه راه في سمياتهم بثلاثه، السكن ما نقلبوش عليه يدبروا فيه، المهم الملكيه في سمياتهم بثلاثه، وداك الشيء الاخر ديال السكن ديال هادي ما بيناتهم، هذاك المشاكل كيحلوها ما بيناتهم، وهما تبارك الله فاهمين وعارفين. الاولاد ام حليمه ولا عريساتها ولا ام حليمه تبارك الله تا هي متقلو متبتو مرزنه، ولا اله الا الله داك الشيء عارفين يقادوه بيناتهم، حنا ما عندنا فين ندخلوا بيناتهم. كانت بقات فينا حفصه، ولكن هما تبارك الله كيخرجوا بالتصريحات، ما كيخرجوا يضروا حتى واحد بشي كلمه، مثلا يقول لك علاش علقتوا علينا هادي ولا ما هادي ولا هادي ولا والو. واحد الناس محترمين داخلين في قروسهم،
الفضول ديال اليوتيوب ما عندهمش اول حاجه هي نتوما شي حاجه ديال الرد اللي لا بنادم لا دار معاهم خايب ولا بان لهم مثلا باغي يخسر فيهم ولا يردوا عليه ما كيردوش. انهم تبارك الله عليهم وصافي، تبارك الله عليهم. انا وماما والله حتى كنعطيهم التحيه في هاد من هاد الفيديو، كنعطيهم التحيه، تحياتي ديال المحبوبه كاملين، وبعد القنوات بحالهم تبارك الله تا هما كاينين ميسيلا. هكاك يلاه كتكون اللهم لي الحمد والشكر. الانسان يكون ثابت ورزين بحال هكا. ماشي بحال رد عليا رد عليك، دق عليا ندق عليك، رد عليا رد عليك، دق عليا ندق عليك. لاش كتشجعوا بعضياتكم على الخراب وعلى انتم اخوتي خواتاتي. خذوا عبره من القناه محبوبه وامثالها، كاينين امثالها هما قلال. يعني الاكثريه دمهم تفون غير كيبغيو يردوا. واو شحال عاشوا قناه محبوبه والعرايسات ام حليمه والزوج ديالها ووليداتها، شحال عاشوا ديال الصداعات وما كيردوش ما كيخرجوش يردوا. تبارك الله عليهم، تحيه ليهم القنوات اللي امثالهم، وتحيه للمشاهدين كاملين والمشاهدات داخل الوطن وخارج الوطن. تبارك الله طلع النبي على تقالوا، الله يكمل عليهم بخير، ما شناش فيهم شي حاجه خايبه. الله يكمل عليهم بخير ويكمل على وليداتنا ايضا وبنياتنا. من بعد كما قلت لكم الحمد لله يعني ربي يسر الامور. وتبارك الله حفصه هي متقله ومرزنهم تبتا وتبعتهم معاه. هي تربات عندهم قالت لك من 10 سنين ولا 12 عام، وهي عندهم 10 سنين قالت ولا 8 سنين وهي عندهم. تبارك الله تبعت ديك المسيره ديالهم. ايوا غير ام حليمه شحال هضروا عليها، شحال قال لك كانوا مسمينها الاخرين اللي كانت معاهم في الباديه واحد الكلمه ما قدرتش نقولها انا هنا، كاع قالوها. شحال قالوها المنتقدين وشحال قالوها الناس، قال كانوا مسمينها بكلمه ها الها وما كترد وكتعامل هذوك اللي كيقولوا عليهم راه هما اللي كانوا مسمينها، كتعاملهم زوين. يجوا لعندهم ديال عائله راجلها، كتعاملهم زوين وكترحب بهم. وتبارك الله على محبوبه وعلى ام حليمه وعلى العرايسات ولا تبارك الله عليهم، تبارك الله عليهم، تبارك الله عليهم. ما عندي ما نقول فيهم وما عاد حتى واحد ما يقول فيهم. قالوا رزانه كنتفرج فيهم كنقولوا بصح يعني كان هذا الشيء ولا غير كنحلم لحد الان باقي. دابا خواتاتي ابنياتي حفصه راه خرجت بهذا الفيديو هي والحسن بدون اب، حين تباعد بالكومونتيرات وباعد المنتقدين خرجوا كيقولوا فين كان الحسن، فين كان الراجل. حفصه ضاعت، ما ضاعت والو، راه هي عارفه وهو راه راجل تبارك الله عارف. المهم باغي نشملهم يبقى مجموع وباغي قال لك اللي بغى اللامه واخواتاتي بنياتي، قال لك اللي بغى اللامه يتعامى، ابسط ظروف العيش يتعامى ما يبقاش شاد بحال القنوات اللي شادين مع بعضياتهم. هذه تسب الصباح والاخرى ترد عليها بساعه ولا ساعتين، والاخرى تعاود تسب والاخرى ترد عليها. الا هادو تبارك الله راه عارفين اش كيديروا في حياتهم وعايشين مرتاحين وما كيتصنتوش بنادم اللي كيهضر فيهم ولا اللي كيسبهم ولا ما كيتصنتوش ليه بتاتا. بعض القنوات راه تقول لك انا ما كنتفرجش في هذيك القناه، غير عيطوا عليا صحاباتي وكاينين الحباب اللي قالوا لي راه قالت عليك وقالت عليك، وهذوك راه ماشي حباب، راه عديان باغينك تبقاي تعاطي في اليوتيوب امام العالم. عمي وامي الصراحه يعني بداو كيشوفوا راه ماشي حباب، هادوك الحباب هما اللي لا شافوا شي سبان ولا شي حاجه وشافها كاع المسبوب يقولوا ليه لا ما تردش على هاد اللي يسبوك، ما تردش عليهم وخليهم كيسبوا تعيا وغيعياو كيف ما داروا ديال المحبوبه ساكتين، والطرف الاخر راكم عارفين يخرج من الوطن ويرجع للوطن ويدوي هما ما كيجاوبوه. احسن حاجه وهي
يرزقك ربي الصبر وتقل راسك وما تجاوبش. داكشي باش حفصه ديما في غالب ماشي غير في الظرف ديال رشيده، ولا كنقولوا رشيده ما قانعاش. رشيده علاش عرفوا علاش رشيده تصرفات ديك النهار التصرف، وعلاش حنا قبلنا شويه بشويه. يعني رشيده مسكينه راه قانعه واحد القناعه لواحد الدرجه اللي كبيره. رشيده تعطيها غير حق صغير كتقنع به. صح. رشيده عندها ستريس اخر غادي نهضروا عليه اللي من بعد ما اكتشفتو الصراحه ونحاولوا نناقشوه. وراه كانت هضرات بزاف د الحوايج ديك النهار. يعني حفصه كيفاش كنتي كتشوفي في رشيده؟ شنو كانت رشيده بالنسبه لك؟ غنجاوب على حسن على هذا السؤال ونقول المتتبعين الصراحه اللي كيقولوا لي احتراما ليهم، اللي كيقولوا لي حتى خصك تدافعي على حقك، لا رشيده راه ظلماتك، رشيده راه انانيه، رشيده راه هادي. المتتبعين ديالنا الصراحه ولا خواتاتي لا ولا بنياتي كبري عليا بزاف. كانت اما القنوات منتقدين ولا عاوتاني المشاهدين والمتتبعين اللي كيعلقوا اللي كيخليو التعاليق واحد الحنان حتى هو اللي كيخليو الكومونتيرات بان هذيك انانيه، هذيك ما انانيات، هذيك كتبغي الخير راسها. لا خواتاتي لا بنياتي لا خليو بنادم يعيش مع بعضياته في سلم وسلام. انا في الدار اقسم بالله الا رشيده نهار كامل وهي مسكينه جالسه لي على راسي. شنو خصك حفصه؟ تجيب لي مسكينه الدواء، تمشي تشري لي الدواء، دير لي العسل. وحفصه تربات على طريقهم وعلى كيفاش كيديروا هما. قبل ما نتزوج حسن عمر رشيده قالت لي سمعتها عيطات لي بسميتي حفصه ولا اختي ولا اقسم بالله الا غير بنتي. داكشي اللي الحسن كتشري الملاك كتشريه ليا. اقسم بالله المتتبعين الى الخير رشيده راه ما يتنساليش الصراحه. داكشي اللي تكسي الملاك في العيد حتى انا تكسيني. عرفتي الحسن واحد القطع عمرها تنسالي في حياتي. كان حسن فقادير مسكين خدام، ورشيده راسنا هاد القطع تعقل عليها. كان رشيده حسن خدام فقادير وكنت كنهضر مع رشيده كيقول لها شنو نجيب لفاطمه الزهراء، شنو نجيب لهادي، راه غنجي نهار الفلاني، شنو غنجيب لك الوالد، شنو غنجيب لك الوالده. وهزت التليفون حسن كنت جالسه معاهم وحسن ما عرفناش باللي جالسه. كتعرف مره كنبات معاهم، مره كنبات في الدار، مره. وهزت راجل التليفون وخرجت برا وقالت له حسن راه حفصه معانا حتى هي، جيب لها شي حاجه. اقسم بالله بحال هكا عمرها تنسالي. وسبحان الله حسن فاش جا واخا جاب العائله جاب لي انا احسن منهم. واحد السندال عرفتي باقا عندي دابا في الدار الفوق دابا طلع شي نهار ونوريها لك. عرفتي اقسم بالله الا جابني احسن من فاطمه الزهراء. شتي فاطمه الزهراء اللي اختو جاب لي احسن منها والله. فاطمه الزهراء هذه رشيده الصراحه كنحسبها بحال الام ديالي، والصراحه يعني كتقول لي ما كدافعيش على حقك. رشيده الصراحه واخا دير لي اللي دار لي عمر ما نهز فيها العين. رشيده فضلها كثير عليا وخيرها كبير عليا الصراحه. رشيده الصراحه يعني هي واحد الانسانه اللي تقول مور ظهرك تقول لك في وجهك. يعني مرة الموسيقى راه ماشي مرة ماشي كتجي رشيده كدور فيا ويعني كدور فيا وكتغوت عليا، ولكن ما كتغوتش عليا على شي حاجه خاويه، كتغوت عليا على مصلحتي. وفعلا ملي كنمشي كنبعد عليها وكندور ديك الحاجه في راسي كنقول فعلا هادشي اللي قالت لي رشيده راه بصح راسي بصح راه يعني قلتها لي على مصلحتي وما بغيتنيش ندير هكا وبغيت ندير هكا. وديما كتنصحني وديما واقفه في جنبي. يعني في ديك الظروف اللي كنلقى ماما مشغوله في الخدمه ويعني وفتابه مسكينه وكتجي عيانه، رشيده ديما كنلقاها في جنبي. حفصه ديري هكا، حفصه ما ديريش هكا. على الشخصيه ديالك بزاف الحسن وتعلمت منها بزاف ديال الحوايج. باش تعلمي منها يعني باش تكون واحد الانسان تجي وتحرص عليك. انا مازال عاقل الصراحه على واحد الحدث كان وقع مازال عاقل عليه دابا، واللي ما عمري قلتو للمتتبعين وقلت حتى لحفصه. كنت سبقت وعاودت لكم القصه ديالي انا وحفصه كيفاش تعرفنا. يعني الوحيد اللي كنحس ربما شي حاجه ديال انني كنهضر مع حفصه قبل الزواج هو رشيده. واحد النهار جات تهضر معايا قالت لي حسن، قلت لها شنو رشيده؟ قلت لها بغيت نقول واحد الهضره باش تعرفوها جيري او صريحه. كنقول لها اختي رشيده ماشي مشكل. قلت لي راني ربما قالت لي حاسه بحال اللي كتهضر انت وحفصه. قلت لها لا ما كنهضر. قلت لي شنو نقول؟ قالت لي هضره وحده اللي غنقول لك وتصنتو وسمعها مزيان. قالت لي الا كنتي باغي بديك بنت الزواج قالت لي انا غادي نعاونك. قلت لي ما عمرك غادي تلقى بحالها. قالت لي راه حاسبها بحال بنتي وانا اللي ربيتها وانا اللي غادي نعاونك الا بغيتي تزوج بها. قالت لي الا كنتي كتشلى قالت لي هذا الوجه اللي كتشوف ديال اختك رشيده غادي يولي لك واحد الوجه اللي ما عمرك ولا تبغي ولا حلمتي به ولا تتمني ولا تتصورتي كيفاش غيكون. قلت لي احسن حاجه اللي غنقول لك هاد البنت اللي كنت باغيها الزواج راه ما لقاش بحالها،
ولا كنتي كدير شي حاجه اللي ماشي هذيك مظهري، قالت لي ما عمري غادي نسمح لك، دابا كتفلى على بنتي مالها. شوف كون كتحسبني بحال في راسي بحال هكا كون كتحسبني زعما كون ما كنتش عزيز عليا وكتحسبني يعني بحال مالك، راه يعني تكون شي وحده اخرى تقول لك يعني لا عندي زايد ناقص تفلى عليها ولا نزوج بها، انا ما عندي ولكن يعني بغات لي مصلحتي. باش نصالحها الصراحه بديك اللحظه صافي، وبقيت يعني كندور راسي تنقول شوف الحسن خصك تكون يعني ماشي ديال هادشي، ماشي ديال التفليه. تما حسيت براسي يعني دابري كنهضر مع انسان راكم عارفين الخوت الناس ديال الريف يكون عندهم نيشان ملي قالوا لكم الكلمه صافي راه يقولوها في الوجه. سمعوا اخواتاتي ابنياتي، لاننا عارفين شخص سمعوا حتى اللي كيعلقوا اللي يعني المشاهدين المتتبعين وديال محبوبه وداك الشيء، يعني بلا ما تبقاو راه هي مقتنعه بداك الشيء اللي كاين ومقتنعه بان هي رشيده راها قالت لك ماما ماشي مرتلوسه بزاف على الحسن كبيره. رشيده بالنسبه لي الحسن واخا ضربني ما نهضرش. سمعوا اخواتاتي، رشيده قالت لك واخا ضربني ما نهضر، يعني الله يكمل عليهم بخير. انا من هذا الفيديو كنقول الله يكمل على دار محبوبه وعلى العرايسات وعلى الاولاد ديال ام حليمه، والله يكمل عليهم بخير، الله يسر لهم ويكمل عليهم بخير. يعني اللي كيبقاو يعلقوا بلا ما يبقاو يعلقوا تيديروا التفريقه ما بيناتهم، راه كما قلت لكم علاش خلوا الشمل مجموع. يعني واحد الحال اللي تحرمت منه يعني سنين، وهما راه كيعرفوا اش كيديروا مع بعضياتهم تبارك الله، واعيين وعارفين اش كيديروا. صلى على النبي. كنتمنى نسبقوا وما يسبقنيش والله العظيم. الحمد لله. ودابا هي مسكينه وما خرجت لا حفصه ولا الحسن، او ما خرجوا لكم بهاد التصريحات، يعني بغاو يقنعوكم وكتطلبكم، راه كتطلبكم، قالت لك كتطلبكم ما تبقاوش تخلوا هذوك الكومونتيرات اللي كيجرحوا رشيده. راه رشيده تجرحات، يعني بلا ما تبقاو يعني تهضروا حتى على وحده فيهم بهذه القضيه. اما هما تبارك الله عليهم واخا تهضروا عليهم واخا تصلى على النبي عليهم، صلى على النبي عليهم. نتمنى وليداتنا وبنياتنا يكونوا بحال وليدات ام حليمه تبارك الله، كيعرفوا يتصرفوا، كيعرفوا واش يديروا، ماشي بحال واحد الا شتي قمامته قد الجمل هو داخل الوطن، هو خارج من الوطن، هو وخاصو عما يسب وخاصو عما يقذف وخاصو عاد يبدا يحل فمو، خاصو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هاد الناس ديال ام حليمه راهم تقال ومتبتين ومرضنين، الله يكمل عليهم بخير، ما شناش فيهم بشي عين خايبه، وكل واحد يتمنى وليداته يكونوا تقال بحال هكا. ونسى ما قاليش ردها لي مع دابا الوالد انا تنضحك انا وياه، ديما تيقول لي عطيتك الصخره الفلانيه جبتيها، جبتي الحماره 2000، كنشد واحد المره 2000 تنمشي نسخر باش نقول له بغيت غير نزمو البنكه ولا تكون عندي فلوس غادي نرد لك، باغي نتخلصوا غادي نرد لك الفلوس. ايوا نتوما سمعتوا اخواتاتي ابنياتي، بلا ما تبقاو تعلقوا